الساعة 3 الفجر، الدنيا كلها نايمة إلا دماغك، بتتقلب يمين وشمال، تحاول تغمض عينيك بس الأفكار مش سايبة لك فرصة. تبص في الساعة تلاقيها الساعة 4، تقول خلاص هنام دلوقتي، فجأة تلاقي النهار طلع. تصحى تقول أنا نمت ولا سهرت طول الليل. تروح شغلك عينيك حمراء وصداع ماسك دماغك وجسمك تقيل ومش قادر تركز. طب استنى واسمعني في ثواني، ويلا اعمل فيه لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. اللي انت فاكره مجرد سهر ده في الحقيقة اسمه الأرق، وعشان تعرف انك دخلت الدايرة دي هتلاقي نفسك تتقلب بالساعات على السرير ومفيش نوم، تنام شويه وتصحى كأن حد صحاك وتفضل صاحي، او تنام وقت طويل وتصحى تعبان اكتر من الاول. والخطوره هنا مش في قله النوم، الخطوره في اللي بيجي بعدها. مزاج متقلب، تركيز ضعيف، تحصيل مفيش، نسيان على طول. جسمك نفسه بيتاثر، ضغطك بيعلى، ضربات قلبك مش مظبوطه، مناعتك بتقع، وزنك بيزيد من غير سبب. يعني الارق ده مش سهر عادي، ده باب بيفتح لك مشاكل كبيره لو ما قفلتوش بدري. ويلا بقى ركزي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. جسمك ماشي بنظام اسمه الساعه البيولوجيه، وده نظام داخلي في المخ بيظبط نومك وصحيانك، وده بيتحكم فيه هرمون الميلاتونين، وده هرمون بيفرز طبيعي اول ما الليل يدخل، يدي لجسمك اشاره يهيئك للنوم. وبالنهار افرازه بيقل عشان تفضل صاحي وفايق. المشكله اننا بنبوظ المنظومه دي بايدينا. الموبايل واللاب والتلفزيون قبل النوم، الضوء الازرق اللي بيخرج منهم بيضحك على المخ يخليه يقلل افراز الميلاتونين. القهوه والسجاير ومشروبات الطاقه كلها مواد تخلي المخ رافض يدخلك في وضع النوم. الاكل التقيل قبل النوم والقلق التوتر، طول ما دماغك مشغوله المخ بيعتبر نفسه في حاله طوارئ. واخطر حاجه مواعيد نوم متلخبطه، يوم تسهر للصبح ويوم تنام بدري. وفي الاخطر كمان التكنولوجيا ما بقتش مدياك فرصه، توصل اشعارات وسكرول فيديو ورا فيديو، المخ مش بيلحق يدخل في الهدوء اللي يوصلك للنوم الطبيعي. خليني اقول لك الموضوع مش بعيد، كل يوم بتيجي حالات في الصيدليه بتحكي نفس المعاناه. ست كبيره بتقول بنام 3 ساعات بس وبصحى مرهقه طول اليوم وعلى طول الضغط عندي عالي. واكتر حاله مؤلمه بالنسبه لنا طالب ثانوي عايش على القهوه وماسك الموبايل قبل النوم، بيقول مش عارف انام غير الصبح وبصحى دماغي فاضيه ومش قادر اذاكر. الحالات كتيره وبتتكرر، والسبب واحد، الارق اللي اتساب من غير علاج. وعلشان تهرب من دايره الارق دي لازم تساعد جسمك يرجع يشتغل بنظامه الطبيعي. نام واصحى بمواعيد ثابته حتى في يوم الاجازه. قبل النوم بساعتين ابعد عن اللاب والموبايل، ما تاكلش قبل النوم بساعتين على الاقل، والقهوه اخرها 6 المغرب عشان تعرف تنام طبيعي زي الناس. مشروبات تهدي اعصابك وتجهزك للنوم زي اللبن الدافي، الموز باللبن، اليانسون، النعناع، البابونج. تمارين ذهنيه، تمرين التنفس العميق، شهيق 4 ثواني، حبس نفس ثانيتين، زفير 6 ثواني، هتلاقي نفسك دخلت في النوم تدريجيا. تمرين تفريغ للدماغ، اكتب كل اللي بتفكر فيه وشغلك قبل النوم في ورقه عشان تفضي دماغك. نشاط خفيف قبل النوم، قراءه خفيفه او ذكر يهدي بالك. النوم مش بيجي بالعافيه، لكن كمان مش بيجي بالاهمال. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين حاله الارق وتدخلك في النوم الطبيعي اكتب لي في الكومنتات ارق. النوم دواء طبيعي، لو ضيعته هتفتش طول عمرك عن دواء يعوضه ومش هتلاقي. تابع روشته الحياه واسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع الصيدلين زون دكتور محمود مسعد. اعمل فولو لايك وشير للفيديو، يمكن تنقذ حد بتحبه. شكرا.